لو انت فاكر ان الزنا ذنب زي اي ذنب، وانك بعد ما تخلص العمله ديت مع السنيوره اللي معاك حياتك تبقى عادي وهتمشي زي ما هي، بحب اقول لك انك في المكان الصح، والفيديو دوت ليك كمان. ربنا بيحبك عشان بعت لك الفيديو دوت. قبل ما ابدا انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. مفيش حد بيقع في الزنا بسبب الشهوه. لما بيقع بسبب ايه؟ حب الاستكشاف. الشباب بتقع في الزنا بسبب الجهل. بمنتهى البساطه هم اصلا مش عارفين يعني ايه زنا. انا عايز احكي لك قصتي كده. وانا صغير بعد ما ابتديت اللي انا ابلغ يعني، كنت فكرت في فكره حلوه كده. ايه يعني لما اعمل علاقات مع بنات؟ في نفس الوقت انا هفضل اصلي واحافظ على صلاتي، والعبادات اللي بعملها هتفضل زي ما هي، بس الفرق اللي بس هعمل علاقات. وكمان كل ما اعمل علاقه مره واحده اروح اتوب، يعني ركعتين واتعشت على كده. احب اقول لك بقى اللي انا كنت مغفل، لان انا كنت فاكر ان الزنا ذنب زي اي ذنب وعادي وغلطه هتعدي كده. فانا بقى لما عرفت خطوره الزنا في الدنيا والاخره بمنتهى البساطه بس افكر في الموضوع اصلا. ده معناه ان الناس بتقع في الزنا بسبب الجهل مش الشهوه، لان انا عندي شهوه والبنات كلهم عندهم شهوه. لكن ايه بيمنعهم من دوت؟ بمنتهى البساطه هو الدين. فانا ادم كاتب الموضوع دوت، فانت اكيد ممكن تقرا احسن مني وتقراه انت كمان، لان أنا يعني مش المؤمن والتقي يعني. انا بقى جاي اقسم الفيديو دوت على جزئين. الجزء الاول العقوبات الدنيويه، والجزء الثاني العقوبات الاخرويه في نفس الفيديو. نيجي بقى لاول عقوبه وهي الفضيحه. ايوه لو انت وقعت في الذنب دوت هتتفضح، يعني هتتفضح لو انت ما تبتش طبعا. هتتفضح بقى سواء اللي انت تعمل نفسك جامد وتيجي تحكي لاصحابك، او في خربشه كده خربشه هنا، او يتنقل لك الامراض لما تروح عند الدكتور هو اللي هيفضحك. يعني بمنتهى البساطه كده لو هتقع في الزنا يبقى مفيش مفر. يا اما انت اللي هتفضح نفسك عشان تبان اللي انت كول وجامد وكده، او جسمك هو اللي يفضحك ويتكلم عنك، او البنت اللي انت ماشي معاها تعمل الحركات الصعبانيه كده. مش مسيطر انت على فكره، مش مسيطر. ونيجي للعقوبه الثانيه وهي ابشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. طب انت بنت كليه، ما في ناس بتقع في الزنا وغنيه عادي. اقول لك الفقر هنا يا اما هو دايما بيبقى خايف ان فلوسه تضيع منه، يعني دايما خايف من الفقر، او ان ربنا اصلا بيأجل له العقوبه ديت في الاخره، وده نادرا ما بيحصل، لان في الغالب ربنا بيحبك وعايزك تخلص الظروف في الدنيا عشان تخش النار في الاخره. لان الزنا دوت هادم اللذات. يعني ممكن يكون ربنا كاتب لك وظيفه كويسه، او انك هتبقى غني في المستقبل، وبسبب الزنا ربنا ياخد كل ده. او انت مثلا فنفترض ان انت ربنا كاتب لك انك تنجح في حياتك لما تتم 30 سنه مثلا، ممكن بسبب الزنا ربنا اجلها لك ليه لحد ما يبقى عندك 45 سنه. تخيل 15 سنه زياده بسبب الزنا. غير الزنا طبعا بيسحب البركه من عمرك. ما هو ده البركه ان عمرك تعمل فيه حاجات كتيره في وقت قليل، لكن عدم البركه بيطول المده دي قوي، ممكن توصل لسنين. فلازم تفكر في الموضوع دوت. يعني من مختصر كده لو انت ناوي تقع في الزنا يبقى ارمي البيم ده ورا ظهرك. وطبعا ما ننساش دي الحال والابتلاءات، لان الزنا صدقني هيضيق رزقك قوي وهيجيب لك ابتلاءات كتيره انت في غنى عنها. ابتلاءات في شغلك، ابتلاءات في عيلتك، ابتلاءات اللي هي الامراض اللي ممكن تجي لك. يعني بمنتهى البساطه كده الدنيا صعبه وما صعباش اكتر بالزنا. يعني المفروض اصلا هو ربنا كريم بيعاملك بالرحمه ورزق واسع. يعني انت اصلا ممكن يكون ربنا كاتب لك انك انسان ميسور الحال كل حاجه تمام، بسبب الزنا يصعب الدنيا عليك اكتر. يعني من الاخر كده الدنيا عامله زي اللعبه. من غير الزنا الصعوبه على النورمال مود، لكن بالزنا الصعوبه على الهارد مود. وطبعا زي ما احنا عارفين ان بسبب الزنا بيظهر امراض جديده تماما عمرنا ما سمعناها في الناس اللي كانوا قبلنا، اللي هو ايام الصحابه وايام النبي وايام بعد النبي كمان. امراض جديده تماما اللي هي الايدز وامراض زي الهربس وحاجات غريبه كده. كل ده ما كانش موجود زمان. ولازم تعرف كمان ان الذنب دوت سلف ودين. سلف ودين ازاي يعني؟ انا هقول لك بمنتهى البساطه كده. يعني ممكن تكون اصلا البنت اللي انت نايم معاها ديت ممكن قوي تكون مراتك اللي انت هتتجوزها نايمه مع واحد دلوقتي، وانت لما تتجوزها هتتقرطش يا باشا. مهما انا كنت سائل عنها وكنت واخد بالي، مهما انت كنت سائل عنها واخد بالك. ولو مش تقلع في مراتك يبقى ممكن تقلع في اختك، ممكن تقلع على حد في اهل بيتك، ممكن تقلع في مراتك بعد ما تتجوز هتضحك عليها، او ممكن تقلع في بنتك. المهم انها هتقلع يعني هتقلع. يعني انت لو عايز تروح تنام مع واحده تفتكر اول مراتك اللي انت هتتجوزها ممكن تكون بتعمل ايه دلوقتي. لازم تعرف كمان ان الزنا بيأثر عليك وعلى اللي حواليك. عشان كده من اشراط الساعه ظهور الزنا في العالم. لا سيبنا بقى طلع الكابتن اللي كان موجود من شويه دلوقتي يقصد ان الزنا مش بيأثر عليك انت بس، انت غلطان. طب هتقول لي طب الناس ذنبها ايه؟ هو مش لا تزر وازره وزر اخرى؟ اقول لك الله ينور عليك، صح بالظبط كده، فعلا لا تزر وازره وزر اخرى. لكن العقوبه بتيجي او مش عقوبه، هي بتيجي على هيئه ابتلاء. يا عم وضح اكتر. يعني بمنتهى البساطه عايز احكي لك قصه كده الاول. كان في اتنين في عربيه، انت عارف كانوا بيعملوا ايه من غير مواد. جت تريلا جت شالت كل صف العربيات اللي هم كانوا فيه. ما كانوا وسط عربيات راكنين كده، كان في جراج عربيات كتيره وسطهم وهم كانوا في النص. انت ما لاحظتش اللي حصل هنا؟ لاحظت حاجه زي ايه يعني؟ ما لاحظتش. هو هم اتعاقبوا، بس ايه ذنب الناس العربيات المكسره ديت؟ تقول لي صحيح، هو ايه ذنبهم؟ اقول لك هو ذنبهمش حاجه، الناس دي محترمه ما عملتش حاجه. هم طبعا اللي كانوا في العربيات هم راحوا اللي خلقهم خلاص. فبالنسبه للاثنين دول دوت عقوبه، لكن بالنسبه للناس العربيات المكسره ابتلاء، لان في ناس
عربياتهم لسه ما دفعوش الاقساط بتاعتها، وفي واحد دفع العربيه ديت تحويشه عمره، في واحد هيحصل له حاجه بعد ما عرف ان العربيه حصل لها كده. لكن ده مش عقوبه، بيجي على هيئه ابتلاء. يعني مثلا الزنا لما ينتشر في المجتمع يبقى فيه غلاء اسعار. هتقولي طب الناس اللي جالهم غلاء اسعار دول ذنبهم ايه؟ هقول لك هم ما ذنبهمش حاجه، هم بالنسبه لهم ابتلاء، لكن بالنسبه للناس اللي عملت كده هي دي العقوبه. واحكي لك برده قصه اتنين كانوا برده في عربيه والغاز بتاع العربيه اتسرب وخلاهم من غير ما يحسوا هم الاثنين، فماتوا على نفس الوضعيه دي. طيب هم لما حصل لهم كده مش اهلهم هيتضايقوا عليهم؟ مش امهاتهم قلبها هيتحرق عليهم؟ طب الاب ذنبه ايه اللي فضل يصرف على الابن دوت بعد كده راح فيها؟ فبالظبط كده بالنسبه للاب والام دوت ابتلاء، لكن بالنسبه للابن هو عقوبه. عشان كده احنا مش عايزين الزنا، عشان اصلا احنا مش عايزين الابتلاء، احنا بنحب العافيه بتاعه ربنا احسن بكتير من الابتلاء. احنا مش عايزين ابتلاء، عشان كده احنا عايزين نمنع الزنا. هو ربنا هيعاقبهم هم، لكن هيبقى فيه ابتلاءات، ولو صبرنا ربنا هيرفع درجاتنا في الجنه، لكن احنا بنحب عافيه ربنا احسن بكتير من ابتلاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. فالزنا مش بيأثر على اللي حواليك بس، يعني بمنتهى البساطه كده لو في بيت مشبوه فتح عندك في الشارع فاعرف ان بنسبه 90% هيحصل مصيبه في الشارع ده. وعشان كده اصلا من اشراط الساعه ظهور الزنا. تخيل بسبب الزنا اشراط الساعه اللي هتدمر الدنيا كلها، انت متخيل؟ وطبعا ايه الحرمان من اللذات، لان في فرق بين اللذه والسعاده. ما تفتكرش ان بيفضل ينام مع بنات دوت هو مبسوط في حياته وحياته ما فيهاش مشاكل اطلاقا. في فرق بين اللذه والسعاده. هو مستمتع مش هكدب عليه، لكن هو مش سعيد. عشان كده كتير من اللي ادمنوا الزنا بيروحوا ينطوا نقطه السكر، لان بيبقى في وحشه في قلبهم، بيبقوا بعاد قوي عن ربنا. هو عايز السبب العلمي ان هرمون الدوبامين بيفرز دوبامين كتير قوي لما يكون في علاقه مع واحده ست ومع راجل برضه، والعكس برضه صحيح، يكون ست مع راجل العقل دايما بيبقى عايز المتعه دي، فلما تديله حاجات بسيطه ما بيرضاش بيها. بالمختصر كده العقل بيقول لك اتصرف، لا انا عايز 24 ساعه نفس المتعه دي، اتصرف. طبعا انت مش هتقدر تخلي العقل مستمتع على طول بالمنظر ده. نيجي بقى للاسباب الاخرويه، سكر العباده. في قصه راجل قبل كده كان بيعبد ربنا 70 سنه وفضل يزني 7 ليالي، فاهم؟ ربنا وزن اعماله في الميزان، ال7 ليالي رجحت على 70 سنه عباده. تخيل ان الليله الواحده كانت ب10 سنين عباده. تخيل تعبك كله يروح عشان مجرد لذه هتستمتع بقى نص ساعه بس. يعني انت صلاتك وصومك وبر الوالدين كل دوت هيروح بسبب ليله بس، 10 سنين بحالهم. طبعا انا مش بقول ان اعمالك هتحبط، لا، الكفر هو اللي بيخلي الاعمال تحبط. لا، اعمالك هتفضل زي ما هي، بس قيمتها عند ربنا هتقل قوي، مش هتفضل بنفس الوزن والقيمه عند ربنا زي الاول، لان الزنا بيقلل قيمه الاعمال عند ربنا بطريقه انت لا تتخيلها. يعني بالذات لو انت بتعبد ربنا وملتزم اوعى تفكر انك تعمل الذنب دوت نهائي. وطبعا الشيطان هو اصلا ما يهموش انت تنام مع مليون واحد، هو ماله ان شاء الله تنام مع مليار واحد. اقول لك على حاجه يا عم، موت وانت في حضنها، لان انت ربنا هيعاقبك كام سنه يعني في النار؟ 1000 سنه، 10000 سنه، 100000 سنه، انت مسلم كده كده هيجي عليك يوم وهتخرج من النار. لكن الشيطان عايزك تقع في الذنب دوت، عشان الذنب دوت بيعمل قلب، بيسود القلب بسرعه، بحيث اللي هو لما يقول لك على شبهه ايوه يقول لك ان دين الاسلام دوت مش صح تسيبه بسهوله، ما تفضلش تلقلق معاه كتير، ما تفضلش تبقى عنيد وتقاوم معاه. لان في واحد قبل كده كان بيقع في الزنا براحته ما كانش حارم نفسه من اي حاجه نهائي، جه بعد كده قال انا حاسس ان الاسلام مش مناسب ليا، جي جود جيم. لان انت مش عارف ان عند الموت الشيطان بيجي يتهيأ لك على هيئه اقرب الناس ليك او اللي انت بتثق فيهم، يفضل يقنعك بقى ان الاسلام دوت مش هو الدين ويروح عند دين تاني. فكل ما تكون قلبك اصفى كل ما تعرف تقاوم احسن. لكن الزنا بقى بيعمل قلب تمام. الخوف هنا مش انك لما تموت تروح النار وتقعد فيها 100 سنه ولا 1000 سنه ولا 10000 سنه. المشكله هل انت هتعرف تعدي من الاختبار دوت من الشيطان لما يجي يضحك عليك؟ لان هي خلي بالك مش شطاره، الحاجات دي بتبقى بالقلب، فانت ممكن قوي تيجي معاه تبقى خسرت الدين كله. لان الشيطان برضه زي ما قلت انت لو مت وانت في حضن واحده ما انت كده كده هيجي عليك بعد مئات السنين من العذاب، هتسيبه وهتدخل الجنه، يبقى هو عمل ايه كده؟ فلا، هو عايزك تفضل على طول في النار، مش عايزك تخرج منها نهائي. فالزنا هو بس بيساعده انه يحقق الهدف، هو مش عايزك اصلا تموت وانت مش، فالزنا بيسهل عليه الموضوع. نيجي بقى مش كده، سيبنا موضوع الكنتره. بالمختصر كده الكنتره ان كل واحده انت نمت معاها قبل كده فاخوها وخلانها وامامها وابوها يجي ياخد اللي وراك واللي قدامك، كل بقى العبادات اللي انت عملتها ما عدا الصوم. طبعا انت ممكن تقول لي انا اصلا ما عنديش حسنات، هياخد مني ايه حسنات؟ يبقى بمنتهى البساطه هيديك من سيئاته. طبعا اي حد عنده سيئات فانت خسران. شوف بقى البنت اللي انت معاها ديت عندها كام خال، عندها كام عم، عندها كام اخ، وهل انت عملتها مع بنت واحده ولا لا؟ يعني انت اصلا ممكن تعدي يوم القيامه كل حاجه تمام، الصورات تمام وكل حاجه تمام، تيجي بقى وانت داخل الجنه كل دول هيجي يوقفوك، ودوت طبعا شرف فصل زار. يعني ربنا ممكن يقول لهم خدوا من حسناته اللي انت عايزينه او اديله سيئات اللي انت عايزينها. هناك اصلا الواحد لما يصدق ان ياخد حسنه او يدي سيئه، ما بالك بقى الموضوع مفتوح. وممكن كمان ربنا في الجنه يحرمك من الحور عين.
تقول لي بقى على فكره انت راجل هجاص، مفيش دليل على اللي انت بتقوله دوت. هقول لك انا قلت كده علشان اللي يشرب الخمره في الدنيا مش بيشربها في الجنه، واللي بيلبس الحرير في الدنيا برضو ربنا مش بيلبسها له في الجنه. فالاستنتاج هنا ايه؟ اللي بيعمل كده مع البنات كتير في الدنيا من غير ما يتوب ربنا هيحرمه من حور عين في الجنه، لان ربنا عدل وسيساويك باللي ما عملش. طبعا انت لو تبت ربنا هيبدل سيئاتك كلها حسنات، لسه في امل، بس بقول اللي ما تابش ومات على كده فحافظ على الحور عين اللي في الجنه بقى. وطبعا صعوبه خروج الروح هتدخل منك بطريقه مؤلمه جدا. نيجي بقى للعقوبه اللي في القبر، وهي هتفضل لحد يوم القيامه، وهي فرن التنور. ايه فرن التنور دوت؟ فرن التنور هو حاجه واسعه من تحت ورفيعه من فوق، عامله زي المثلث كده، فيها رجاله وستات عريانين. العذاب هناك شكله عامل ازاي؟ ما اكيد نار زي اي نار. العذاب هناك حاجتين، جسدي ونفسي. العذاب الجسدي ان الفرن دوت مصمم انه يحرق الاعضاء التناسليه فقط، سواء للرجاله او للستات. الجزاء من جنس العمل، استمتعت بدول فيتعذبوا بدول. وطبعا العذاب النفسي يعني البنت اللي انت كنت بتحبها ديت مش قادر تعيش من غيرها، وهي برضه نفس الكلام. لما تتقابلوا هناك هتفضلوا تشتموا بعض ومصدقوا بعض نهائي. كل ما النار تيجي من تحت ترفعكم تنزلكم تاني، ان هو العذاب كده، النار هتيجي من تحت هترفعكم فوق بعد كده تنزلكم تاني. كل ما النار تيجي من تحت هتفضلوا تلوموا بعض وتشتموا بعض بافظع الشتايم. اللي انتوا كنتوا بتحبوا بعض قصه الحب ديت هتكون نهايتها وحشه لو كان فيها زنا. يعني حاجات بقى لو انت رحت النار هخش معاك، ده كله كلام فاضي. لو قلت لك كده تف في الشهر، هتفضلوا بقى تلوموا بعض، انت اللي غويتيني، لا انت اللي جيت كلمتيني، لا انت اللي ما عرفتش عملت ايه، وحاجات من دي كتير. وهتفضل كمان في ارض المحشر هتتعذب من شده الحر والعرق عمال ينزل منك لحد ما دورك يجي في الحساب. يعني مش كفايه بس عذاب القبر، لا ده في عذاب كمان في ارض المحشر وانت مستني دورك. ويا عالم ربنا بقى يغفر لك ولا لا. وهناك وانت واقف قدام ربنا جلدك هو اللي هيشهد عليه انك عملت كده. ولو بقى ربنا ما سامحكش ودخلت النار، للاسف العذاب هناك هيبقى ابدي وطويل قوي. طبعا مش ابدي انك هتقعد في النار طول عمرك، لا مفيش مسلم موحد بيقعد في النار طول عمره. اقصد هنا بالابدي انك هتقعد وقت طويل قوي قبل ما ربنا يخرجك من النار ويدخلك الجنه. بس المشكله هنا اللي انت بعد ما تدخل الجنه غالبا هتدخل درجات من الجنه متدنيه قوي. طبعا درجات الجنه كلها حلوه، بس ليه؟ اطمع في ربنا. كل ما الجنه كانت احسن كل ما حياتك والنعيم بقى احسن وافضل وامتع، لان حتى ربنا يحسب لك الحسنات فقيمتها عنده هتقل قوي بشكل كبير بسبب الذنب دوت. وطبعا لا تب ربنا هيبدل سيئاتك كلها حسنات. سيئاتك كلها؟ ايوه سيئاتك كلها يا عم خلاص بقى. يا ريت تدعم القناه ماديا، لو تقدر اعمل لايك وسبسكرايب.